عارفين، هقول لكم على حاجة. الراجل عمره ما بيعرف يفيك العياط. الراجل عمره ما بيعرف يخترع او يمثل ان هو بيعيط. بتلاقي الراجل في مشاكل الدنيا والاخرة، وتلاقي الراجل بيعيط وبيبكي بالدموع. اختياراته كانت غلط، مر بعلاقة وكانت العلاقة ديت سيئة، حصل معاه دروب في الشغل، حصل معاه حاجة في حياته مشكلة، حصل معاه موقف سببت له أزمة كبيرة وعملت له مشكلة في حياته، خلته قلبه يعيط قبل عينيه، خلته يدمع بالدموع. تلاقي أول ناس مستقلة بالموقف بتاعه هم أهله وهم بيته. تلاقي أبوه بيقول له أنت يالا مش هتسترجل يالا وتبقى راجل وتبطل عياط. تلاقيه بيقول له هو في راجل بيعيط؟ أيوة يا حاج، في راجل بيعيط. في راجل بيعيط لما يبقى فاض بيه، في راجل بيعيط لما يبقى وصل بيه لحد ان هو يعيط. الراجل ده ليه مشاعر وله احاسيس وله كل حاجة زيه زي اي بني ادم، بل بالعكس العياط اللي هو بيعيطه دلوقتي ده مخليه في اصدق لحظات حياته. الراجل ده لو قالك ايه دلوقتي هو صادق فعلا في مشاعره وفي الحاجات اللي بيقولها. يا حاج انت لما هتمسك ابنك تطبطب عليه وتحضنه، والله العظيم ما حد هيتريق عليك. الناس مش هتمشي تقول الراجل اللي بيربي عياله صح هناك اهو، الناس مش هتمشي تقول الراجل اللي حنين على عياله بيعاملهم كويس هناك اهو. يا جماعة والله ما هيبقى في مشكلة لو بقيتوا حنينين على بعض، وسيبوكوا من التربية الغلط اللي ورثناها عن ابائنا واجدادنا. وما تنساش ان اي مشكلة في الدنيا وليها حل، بس انت تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتسأل حد مختص، وان شاء الله كل شيء هيتحل.